السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل مشاهدين ومتابعين بهارات ستات. النهاردة أنا جاية معايا كيك شيف وإيه تجربة كده مع بعض، ونشوف نعمل إيه بيه النهاردة، ويا ترى هو ناجح ولا مش ناجح، والكيكة هتطلع حلوة ولا لأ. إن شاء الله تتابعوا معايا الفيديو. هعمل كيكة كده بسيطة زي ما بعملها دايما، بس هعملها النهاردة بكيك شيف الأحمر، ونشوف هل هو ناجح والكيكة هشة فعلا ولا ايه الطريقة. يلا بينا ونشوف. انا طبعا بعمل الكيكة بتاعتي بأربع بيضات ونص كوباية من الزيت وكوباية إلا شوية يعني من السكر اللي هو ناعم شوية، والدقيق باخد منه حوالي كوبايتين إلا ربع، ومعايا كمان ربع كوباية من النشا. هبتدي كده معاكم، هاخد الأربع بيضات وشوفوا الطريقة بتاعتي انا بعملها ازاي، وان شاء الله نجرب كده مع بعض. انا كده حطيت الفانيليا والملح، وبعدين هضرب الاول البيض وهنزل بقى ايه بالسكر، مش كله مرة واحدة يعني، بنزل بيه شوية شوية. الطريقة دي بتخلي البيض معاكي يطلع ابيض، وكيكة بتبقى لونها فاتح. انا يهمني قوي ان الكيكة يبقى لونها فاتح بصراحة. وكمان السكر لما نحطه على مراحل بيخليه يبقى زي البيض الابيض كده هش. زي ما شايفين انا وصلت البيض ان هو ايه لونه بقى فاتح كده وتقيل. هبتدي انزل بالدقيق شوية شوية كده، وطبعا ننخله اول كوباية كده، وبعدين هحط كمان ايه معلقتين كده صغيرين من الكيك شيف. انا كمان ما خدتش الكيس كله، خدوا بالكم انا خدت معلقتين بس من كيك شيف، وكان فاضل حوالي معلقة كمان. هحط النشا وانخله مع الدقيق، وهبتدي ان انا اقلب بالراحة يعني، مش هقلب جامد يعني، بس انا بجري الفيديو بسرعه عشان بس ما يبقاش طويل. واللبن انا بضيفه شوية شوية كده على جنب كده، بنزل بيه شوية شوية عشان خاطر البيض ما الهشاشان اللي انا عملته والهواء اللي دخلته ما يروحش. نص كوباية من الحليب مش كتير، وبرضو الزيت نص كوباية بحطه برضو على جنب كده، وببتدي اقلب مع الدقيق. بصوا هو لسه مازال اللون فاتح ما شاء الله. كمان يعني بصوا انا بس ايه الخل نزل جامد، فانا خدت يا دوبك معلقه صغيره بس من الخل كمان بيخلي الكيكه بتاعتنا فاتحه، من ضمن الحاجات اللي بتخليها بيضه وفاتحه. خلاص كده طبعا الفرن كان شغال من بدري، من ساعه ما ابتديت اللي انا اضرب البيض. الصينيه دي كانت مقاس 26. خلاص انا حاطه فيها دهناها بالسمنه والدقيق، رشه فيها دقيق وخلاص كده ايه عشان بس ما يلزقش. ودخلها بقى الفرن في متوسط يعني، مش عالي. النتيجه ما شاء الله متساويه، الكيكه طالعه متساويه وبيضه زي ما انتم شايفين. وهتشوفوا دلوقتي انا كمان لما اقطعها هتشوفوا جواها عامل ازاي. بصراحه عجبتني، عجبتني جدا. هسقيها بنص كوبايه كده من الحليب ومعلقتين سكر. نص كوبايه كده من اللبن كده، وحاطه فيه معلقتين سكر عشان ان شاء الله انا هزوقها كده زواق بسيط. وتابعوني كده مع بعض ونشوف ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الحليب ده بيخليها مغذيه اكتر وناعمه كده وجميله، بتحلي الطعم اكتر. في ناس بتسقي بشربات،
لا انا اللبن احلى بصراحة، اجربه باللبن بالحليب. انا هزوقها كده بشوية كريمة، آه، عاملاها يعني. طبعا انتوا عارفين الكريمة بنعملها ازاي. وبرضو الكريمة انا مش بحب اخليها مليانة سكر يعني، بتبقى السكر بتاعها قليل، بخليها عشان الحلو بتاعها ما يبقاش زيادة يعني. ما حبيتش اقسمها نصين والله، لو عاوزين نقسمها نصين كان ممكن، بس ايه حبيت احط كريمة من على الوش بس. الولاد يعني مش بيحبوا كريمة كتير من قلبها وكده. بس انت لو عايزة تحشيها تبقى بصراحة ممتازة وتحفة. هي النتيجة بتاعتها بصراحة عجبتني جدا. هتشوفوا لما اقطعها من النص، العلو بتاعها جميل. على فكرة لو كانت اتحط في صينية مقاس 24 كانت تبقى عالية عن كده كمان. وانا بفكركم انا مخدتش الكيس كله بتاع كيك شيف، انا خدت معلقتين منه بس، تقريبا تلتين الكيس. عاملة كده كريمة لونها بامبي بينك، وهعمل بردات كده بسيطة يعني، مش حاجة كتير يعني، تذويق بسيط يعني. زي ما انتوا شايفين يعني، حاجة كده على القد يعني، مش كتير. وان شاء الله جربوها وهتعجبكم بأمر الله. كان بصراحة طعمها خرافة، طعمها جميل جميل جميل. ان شاء الله لما تعملوها تعجبكم بأمر الله. فاتحة من جوه جدا وهشة. عجبتني والله. والله بجد جربوها تعجبكم. طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو. لو عجبكم يعني ما تبخلوش عليا باللايك لو سمحتم، لان اللايك دوت اهم حاجة للفيديو، بيخليه يرتفع على اليوتيوب والمشاهدات تظهر عليه. فبعد اذنكم يعني ما تبخلوش عليا باللايك. وبعدين تقديرا لمجهوداتنا، ان انتم يعني بتقدروا المجهود، ان التصوير وتحضير الفيديو عشان يوصل لكم والله بياخد وقت. شايفين من جوه بيضة ازاي؟ كانت بتطلع معايا غامقة بجد، كنت ببقى متضايقة، انا مش عارفة يعني كان ايه بالظبط الحكاية دي. فهي طالعة من جوه عالية جميلة.